اتصرف معايا وكأني واحدة غريبة، واحنا كنا أعز أصحاب في المدرسة. وفضلت أفكر فيها. المهم موبايلي رن، قلت ده أكيد محمد. طلعت موبايلي من الشنطة ولقيته رقم غريب. رديت وكانت سمر، وكانت بتعزمني أنا ومحمد على العشاء عندهم. قالت لي أنا أخدت رقمك منه وقلت إني لازم أعزمك بنفسي. قلت لها شكرا، وإن شاء الله هاجي مع محمد. قالت لي تنوري يا حبيبتي. قفلت معاها ورجعت على البيت، لقيت محمد قاعد. قال لي داليا انتي اتأخرتي كده ليه؟ قلت له معلش القعدة مع ندى أخدتني شوية والوقت جري وما حسيتش بيه. قال لي تمام، حضري نفسك بكرة إن شاء الله عشان معزومين عند أهل سمر. قلت له ما هي كلمتني وقالت لي بص أنا هدخل أنام عشان أنا مرهقة قوي، أنت عايز حاجة مني؟ قال لي لا سلامتك يا حبيبتي. دخلت أوضتي وأنا لسه بفكر في نفس الموضوع، ولا عارفة أنسى ولا عارفة بطل تفكير. قطع تفكيري، رنت موبايلي. لو حابين تكملوا القصة، اسم القصة موجود على الفيديو، وكمان في سهم تحت صورتي في الفيديو، دوسوا عليه هيدخلكم القصة على طول.